النهارده هنتكلم على مجموعة من الأخبار الرياضية المهمة جدا للشارع المصري، وخاصة نادي الزمالك. أول حاجة هنتكلم عليها النهارده عايزين نتكلم على ماتش يوم السبت الجاي إن شاء الله مع الترجي. خدوا بالكم، ماتش السبت ده مهم جدا جدا لفريق نادي الزمالك، وإن شاء الله الزمالك يفوز في الماتش ده. بس إحنا داخلين الماتش ده عندنا نقطة واحدة، والترجي عنده 6 نقط. تخيلوا لما فريق بيلعب وعنده 6 نقط بيلعب بأريحية، حتى لو اتغلب مش فارق معاه، هو الأول مجموعة، حتى لو اتغلب هو برضو أول مجموعة. فالترجي بيلعب باعصاب هاديه وبيلعب على ارض وسط جماهيره. الزمالك في مهمه صعبه جدا، مش هنقول مستحيله بس مهمه صعبه، عايزه رجاله عايزه رجاله عايزه رجاله. بيلعب الترجي في وسط ارضه وسط ناسه ومعاه 6 نقط وانت معاك نقطه. بس انا متفائل بالصفقات الجديده، متفائل بالحاج، متفائل بناصر منسي، متفائل بشبانه، ومع المجموعه الموجوده، مع الروح اللي بدات تدب في الفريق. متفائل بزيزو، متفائل بشيكابالا. ان شاء الله الماتش هيبقى كويس وهيعدي على خير، وعندي امل ان احنا نكسب، على الاقل نتعادل، عندي امل كبير. بس احنا عايزين نوصل نقطة مهمة جدا. شوفوا لما فريق يلعب بأريحية بيبقى مزاجه حلو ازاي، والدنيا تبقى حلوة ازاي، غير لما الفريق يبقى بعد ماتشين عنده نقطة واحدة. ليه نزنق نفسنا الزنقة دي؟ ليه نتضغط لما يبقى عندنا نقطة واحدة في ماتشين؟ ليه نتضغط ان انت لازم تفوز على فريق وسط ارضه، في ارضه وسط جمهوره؟ بس نتمنى ان احنا نتعلم من حاجه زي كده، ان الموقف ده ما يتكررش مع الزمالك تاني. اول 6 نقط دول المفروض يبقى عندنا على الاقل 3 نقط، على الاقل يكونوا فايزين ماتش في الاثنين، عشان تبقى انت بتلعب وانت مرتاح، بتلعب باريحيه، بتلعب ومزاجك حلو، فبتكسب بتعدي الماتش ده واللي بعده. مش كل ماتش مضغوط، كل ماتش مضغوط ده غلط. لكن ان شاء الله خير، وان شاء الله الموقف ده هيعدي زي في حاجات كتير عدت قبل كده، والزمالك ان شاء الله يفوز او على الاقل يتعادل ويرجع منصور ان شاء الله. برضو عايز اتكلم في نقطه مصطفى شلبي. انا اتفاجئت ان مصطفى شلبي ما سافرش مع الفريق. في بعض التقارير بتقول ان هو المدير الفني يعني استبعده لسبب فني اللي هو فيريرا، وفي اسباب تانيه بيقول لسوء حالته النفسيه. انا عايز بس اوجه رساله لمصطفى شلبي. ومصطفى شلبي انت لعيب كبير، بس خد بالك الوقت اللي انت فيه دلوقتي، اكون او لا اكون، ما تخليش حد يهزك، ما تخليش حد يخبط فيك يخليك تتراجع. لو ما ركزتش مع الزمالك وركزت في الكوره هتبتعد تماما، وبعد الزمالك هتروح في حته سيئه جدا بجد. هتلعب في فريق اقل كتير من الزمالك. بمستواك ده لازم تفوق، ولازم مستواك يتحسن، ولازم ترجع عشان خاطر نفسك مش عشان خاطر الزمالك بس، لا عشان خاطر نفسك. انا شايف ان انت خامتك كويسه ومحتاج تركز اكتر في الكوره، وابعد عن اي حد، وابعد عن اي حد بيخبط فيك. ما تخليهمش يخبطوا فيك يطلعوك بره المود، يطلعوك بره الكوره، يطلعوك بره التفكير في الكوره. لا، خد بالك يا مصطفى يا شلبي، عشان ما تلاقيش نفسك نزلت وطلعت بره الزمالك زي زكريا الوردي. وانا شايف ان خامتك كويسه. في برضه نقطه عايز اتكلم فيها. خبر النهارده الاسماعيلي اطاح باحمد حسام ميدو وجاب مكانه حمزه الجمل. طبعا حمزه الجمل من المدربين اللي انا شخصيا بحبهم، بس انا بتكلم على الفكره بتاعت رؤساء مجالس الانديه. على طول بيروح المدير الفني يقعد ماتشين ثلاثه ويروح مطيره، واحد تاني مدير اثنين ثلاثه ومطيره، اثنين ثلاثه ومطيره. كده عمر الكره ما هتتطور. لازم تدي فرصه للمدير الفني. اما انت اخترته على اساس ايه؟ اخترته على اساس ايه تجيبه ماتشين ثلاثه؟ هو حظه حلو هيكمل، حظه وحش هيقع. انا شايف ان ميدو كان بدا يعمل شغل مع الاسماعيلي، واللعيبه بدات تتلف حواليه، وبدات الدنيا تتغير مع الاسماعيلي. اتمنى موضوع قلب الاداره الفنيه للفريق دي كل شويه، على الاقل على الاقل 10 ماتشات 12 ماتش اديله فرصه يثبت نفسه. لكن كده انت بتقلب المدير الفني اللي جاي عارف ان هو يلعب 4 5 ماتشات ويمشي، واللي بعده فمش هيدي لك حاجه. الهدوء والصبر على المدير الفني. اتفرجوا على ليفربول مع سوء الاداء في الفتره الاخيره، كلوب لسه موجود. مانشستر يونايتد المدير الفني بيديله فرصه كبيره جدا. تشيلسي، الارسنال، ارسنال فينجر بتاع ارسنال قعد فتره طويله جدا. يا جماعه اصبروا على المدير الفني، اصبروا، اديله فرصه واديله الامان عشان يقدر يديك اداء ويديك شغل. النهارده برضو في خبرين يعني سيئين. الخبر الاولاني ان فريق امام عاشور اللي هو ميتلاند الدنماركي اتغلب على ارضه ب4 اهداف. اتغلب بكام هدف؟ ب4 قدام سبورتنج لشبونه، وكده ودع منافسات الدوري الاوروبي. مش هو لوحده، لا كمان حتى مصطفى محمد لاعب فريق نانت الفرنسي
برضو النهارده اتغلبوا من يوفنتوس 3، وبرضو طلع من الدوري الاوروبي. فاذا مصطفى محمد وامام عاشور طلعوا للاسف من الدوري الاوروبي. نتمنى لهم كل خير في المسيره بتاعتهم مع الفرق بتاعتهم ان شاء الله. نتمنى الخير لكل الناس المحترمه. في برضو خبر، يعني برضو انا عايزين نبص للناحيه الايجابيه. النهارده في خبر ان الزمالك اتغلب في كره اليد في دوري المحترفين لكره اليد من الاهلي 27-22. بس انا قعدت دايما لما الفريق بيتغلب ما ببصش بقى ده فريق وحش، ده اللاعب ده كان سيء، ده مش عارف مين. بص للي بعد كده هتعمل ايه عشان الوضع ده ما يتكررش تاني. هتعمل ايه عشان كره اليد ترجع للزمالك رقم واحد تاني. مش تخبيط في اللعيبه والاداره الفنيه والمجلس الاداره والدنيا كلها، لا، اصبر واهدى وشوف الديفيسيت فين، المشكله فين ونحلها. نشوف المشكله فين في الزمالك في كره اليد ونحلها، نشوف المشكله فين في كره الطايره ونحلها. هل المسؤول عن الصالات في الزمالك مستواه مش قد كده نغيره؟ طب هل اللعيبه في لعيبه مستواها قل نبدا نشيلها ونجيب مكانها لعيبه؟ طب هل الاداره الفنيه في الفرقه دي فيها مشكله؟ ارجو لمسؤول الزمالك فورا يشوفوا العجز او المشكله اللي بتحصل في الفرق ونحاول نعالجها. واتفر بقى المشكله ايه، طلعت المدير الفني، طلع اللعيب 2 3، طلع المسؤول عن لعبه الصالات امير مرتضى، احمد مرتضى، اي حد مسؤول لازم تقعد معاه ونشوف هتحل المشكله ازاي. المشكله ما اتحلتش يبقى لازم نكرر ونغير ونبدل لغايه ما الوضع يتحسن في كل الالعاب وكل الفرق. عايزين الزمالك يبقى رقم واحد في كل الالعاب بالاجتهاد والصبر والكفاح، بالعدل والمساواه. ده اللي احنا طالبينه فقط لا غير، وان شاء الله اللي جاي افضل للزمالك ان شاء الله.